أعزائي الشباب، أهلا بيكم في حلم جديد واحلم معانا. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن كيفية استغلال الوقت بالنسبة للشباب، سواء على المستوى الدراسي أو حتى في الأجازة. الشباب قادر على الابتكار، قادر على التنمية، هو ده موضوع حلقتنا النهارده من خلال استغلال الوقت. تابعونا في حلم جديد واحلم معانا. كان زمان انا عندي حلم، انا لما اكبر اني ارفع راية بلدي واقول الله اكبر. كنت حاسس اني هوصل، اني هقدر، رغم ان الحلم ده كان عني بعيد. بحب بلادي، بموت في بلادي، وأفديها بعمر الدنيا لو بولادي. بحب بلادي. دايما بنقول إن الشباب شعلة نشاط، بيقدر ينفذ كل اللي هو عاوزه في وقت قصير جدا، لكن هل بيستفيد بوقته سواء في الدراسة أو في الأجازة؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع اتنين داخل كلية سياسة واقتصاد من الفتيات بيهتموا أيضا بوقتهم. هنتعرف عليهم أكتر ونشوف أحلامهم وأمانيهم من خلال برنامجنا أحلام معانا. إزيك؟ ازي حضرتك؟ رب حضرتك؟ انا شاهندة ايمن. أهلا وسهلا. حضرتك؟ ريهام صلاح. صلاح. شاهندة، كلميني عن كيفية استغلال الوقت بالنسبة لك سواء في الدراسة أو في الأجازة. هو استغلال الوقت طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه يعني للشباب في فترتنا، يعني الفتره دي لازم نستفيد منها على قد ما نقدر. فطبعا انا عايزه استغل وقتي، فانا ازاي هستغل وقتي؟ انا بستغل وقتي بالكورسات. يعني انا مثلا ممكن اخد كورس حاجه تقويني الانجليش بتاعي مثلا. الحاجات دي مهمه جدا في الصيف. كمان ان انا من اول ما دخلت الكليه لازم في اي صيف انزل تريننج في اي شركه. دي حاجه كويسه جدا ان انا استغل بيها وقتي. الرياضه برضو حاجه كويسه جدا ان انا استغل بيها وقتي، ان انا ازود نفسي في معلوماتي. وانا مش بقول يعني الكلام ده مش جاست ان انا بقوله كده، لا انا فعلا لازم اعمل بيه، لان ده طب هل انت يعني في مسبقات الاجازات اللي انت خدتيها قبل كده كنت بتعملي حاجه من دول، ولا انت دي قرارات ولسه ما لم تتخذيها بعد يعني؟ لا، هو انا في ثانويه عامه، يعني الفتره اللي هي لما كنت في المدرسه، يعني كنت بس بلعب رياضه. دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت بعملها بس. بتلعبي ايه؟ كنت بلعب فولي بول اكسلنت. بس. فطبعا انا دلوقتي لما ابتديت اخش الكليه ابتديت اشوف ان الوقت، لا انا قدامي وقت لازم اعمل حاجات اكتر، في حاجات لازم اشتغل عليها اكتر علشان تتحط لي في السي في بتاعي، علشان بعد كده لما اخش مجال العمل يعني بقى مطلوبه في مجال العمل. فالحاجات دي بنبتدي نكتشفها من اول ما نخش الكليه يعني. يمكن ده فعلا يعني تفكير امثل لمستقبل الواحد، ازاي يقدر على السوفت سكيلز ينمي منها المهارات الاساسيه اللي تبقى عنده علشان خاطر ينمي من قدراته علشان مجال العمل بعد كده. وده شيء مهم جدا. بالنسبه لك انت بتعملي ايه في استغلال الوقت؟ انا رايي نفس راي شاهندة برضو. الاجازه شيء مهم جدا ان انا استغل فيه وقتي. توظيف الوقت عامه في فتره الشباب ده شيء مهم، لان ده بيبني لي مستقبلي بعد كده، وده اللي بيحدد بعد كده انا هيبقى شغلي ازاي وتوظيفي ازاي. هيفرقني عن غيري في سي في في ايا كان يعني. في مثلا ان انا بلعب كمان مزيكا. مزيكا لسه يعني مبتدئه. جميل. بس وفي بقى انت كمان بتلعبي بيانو؟ بلعب بيانو في الاوبرا. في بقى كورسات برضو رأيي زي رأي شاهندة، كورسات انجلش، كونفرزيشن، محادثه. بالظبط كده اهو. بس يعني كويس. طيب اثناء الدراسه بيبقى عندنا ممكن في وقت فراغ الى حد ما، بنقدر يعني بين المذاكره وبين الوقت الفاضي فيه ده ممكن بنعمل حاجه. هل بتستغلي ايضا وقت الدراسه في عمل شيء في وقت الفراغ اللي انت ممكن يعني تنتهزيه كده بين الوقت والاخر؟ الأعمال التطوعية بقى، يعني دي شيء مهم. زي ما أنا بستغل شبابي ليا، المفروض يعني أوظفه في حاجة كويسة للمجتمع، لأن دوت اللي هيفيدني في الآخر. يعني التعليم ماشي أوكي، حاجة هتفيدني لمستقبلي، بس برضو لازم أخدم غيري بس. يعني يا جماعة العمل التطوعي فعلا هو الركيزة الأساسية لنمو المجتمعات، وده اللي احنا بنقوله، وخاصة عن طريق الشباب. دايما في ناس بتفتكر ان العمل التطوعي بس في شهر رمضان، هو ده العمل اللي ممكن يبقى فيه الوقت اللي فيه الخير، لكن مش شرط. وده فعلا سمة أساسية عند الشباب دلوقتي، العمل التطوعي، ويمكن احنا لامسينه من خلال تواجدنا ومن خلال برنامجنا احلم معانا، دايما بنشوفه. كلميني عن الأعمال التطوعية اللي انت قمتي بيها خلال الفترة السابقة، وايه اللي انت ناوية تقدميه كمان من أعمال تطوعية لنمو مجتمعنا اللي احنا بنأمل فيه بالازدهار والتنمية ان شاء الله. في مؤسسات كتير خيرية
كنت تابع مؤسسة منها كانت بتشتغل في تعبئة الأكل وتعبئة الكراتين يعني، وتوصيلها للأماكن النامية والأماكن اللي هي الفقيره والمعدومه. بالظبط كده بالظبط. وفي إيه تاني يا ربي؟ أماكن توصيل المية. فبس بنقعد نبحث بقى إزاي ممكن نوصل المية، إزاي ممكن نجمع تبرعات تخدم المكان، بس كده يعني. طب الشغل ده بيحتاج خبرات، هل يعني لما بتدخلوا في مجال من الاعمال التطوعيه دي الخبره بتجيلكم باكتساب الوقت او بان انتوا بتقعدوا مده زمنيه محدده في العمل التطوعي ده، ولا انتوا بتدرسوا حاجات علشان تقدروا تخوضوا العمل التطوعي وتقدروا تتواصلوا فيه احسن واحسن؟ لا، هو الموضوع يعني العمل التطوعي ملوش علاقه بالدراسه، هو الموضوع ان انا بخش هم بيعلمونا ازاي نساعد الناس، ازاي اعرف ان انا اساعد اللي قدامي، ازاي اوصل يعني بدل ما اديله فلوس ازاي اساعده بحاجه احسن من الفلوس، ازاي طبعا بيعلمونا طبعا ازاي ننظم وقتنا، ازاي مثلا نخلص الحاجه في تايم محدد علشان نروح نوصلها في الوقت المعين. يعني لا، الحاجات دي طبعا بنتعلمها كلها يعني العمل التطوعي بيدينا برضو خبره. انا قصدي يعني هل في مجالات تدريبيه هي اللي بتخليكم تقدروا ان انتوا تقوموا بالعمل التطوعي؟ التدريبيه الاول نظري، بعد كده بنطبقها عملي بقى في ارض الواقع. ازاي انا اتعامل مع المواقف، ازاي اتعامل مع الاماكن الفقيره دي، ازاي اقدر ما احسسهمش ان هم اقل مني كده. احنا برنامجنا اسمه احلم معانا، ودايما بنتكلم عن الاحلام وكيفيه تحقيق احلام الشباب ان شاء الله في المستقبل القريب. عاوز اعرف منكم حلمكم الشخصي وحلمكم لبلدكم ايه؟ بص، انا حلمي بصراحه، انا بما اني في سياسه واقتصاد فنفسي ابقى سياسيه، محلله سياسيه، ونفسي لما اطلع اتكلم رايي يعني يعتبر بيه، يعني الناس يعني يؤخذ بيه بالظبط كده. لا يعني احنا عايزين برضو، احنا برضو كشباب لينا برضو رؤيه برضو للمستقبل كويسه، يعني لازم يؤخذ بيها طبعا، ولازم الناس يبتدوا يتعاملوا على اساس ان احنا لينا فكر وعايزين نطبقه فعلا صح. لا طبعا نفسنا حاجات كتير ان البلد تبقى كويسه فيها يعني. انا بشاركك الحلم لان ده توجه عام من الدوله في الفتره دي، تمكين الشباب. طبعا في يعني حاجات كتيره جدا، في برامج كتيره جدا من قبل وزاره الشباب ومن المؤسسه الرئاسيه في تمكين الشباب وكيفيه دعمهم في المستقبل لانهم يبقوا قياديين واصحاب مسؤوليه في مجتمعنا المصري. كلام سليم؟ طبعا سليم. بالنسبه لي اشوف البلد احسن اقتصاديا اجتماعيا، نهضه التعليم ده شيء مهم. فبالنسبه للسياسه والاقتصاد علمتنا ان التعليم هو اساس كل بلد، هو الاستثمار الحقيقي. بالظبط كده، هو الاستثمار في اي شباب، فلازم يعني نهتم بيه اكتر. اشوف البلد ان شاء الله يعني احسن في مجال التعليم بالذات. اكتب اسمي على اهرامها، احلف اني سمعت كلامها. اكتب اسمي على اهرامها، احلف اني سمعت كلامها. وانا تلميذ بحلم قدامها، انا تلميذ بحلم قدامها بتاريخ مصر، مصر الريف وحواري البندر، مصر العلماء اللي بتفكر. مصر الريف وحواري البندر، مصر العلماء اللي بتفكر. ايه الانشطه اللي ممكن يستغلها الشباب داخل الكليه للاستفاده من وقتهم سواء في الدراسه او في الاجازه؟ كمان ايه المطلوب من الجامعه او الكليات المختلفه تقديمه للشباب علشان يقدروا يستغلوا وقتهم على الوجه الامثل؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع مروان، احد الطلبه في القسم الرابع في كليه سياسه واقتصاد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مروان، يعني احنا بنتكلم النهارده عن كيفيه استغلال الوقت. طبعا يعني الوقت ده شيء مهم جدا في حياتنا، سواء في العمل، في الرياضه او ما شابه. كلمني عن استغلال الوقت بالنسبه لك وكيفيه تنسيق الوقت، انت بتنسقه ازاي؟ طيب، هو في العموم في الدراسه الوقت طبعا بيبقى محدود شويه عشان بنيجي الكليه هنا كل يوم وبنروح ومش عارف ايه، فطبعا الدنيا بتبقى متاخر. بس عموما يعني في الايام مثلا بتاعت الايام العاديه اللي هي بتاعت الكليه، ممكن الواحد بيستغل الوقت اللي هو بعد الظهر، يا اما مثلا يوم مثلا بيخرج فيه مع اصحابه، ايام تانية بياخد فيها كورسز او حاجه طبعا جنب الدراسه عشان الدنيا تمشي، لان الشهاده لوحدها طبعا مش اناف دلوقتي خالص. كلام سليم. غير كده طبعا حتى في الدراسه طبعا المطوشه والكلام دوت، الشامبيونز ليج والحاجات دي طبيعي. الكلام ده ما نقدرش نفوته. ما هو لازم. فهو الواحد عموما بيحاول ان هو يعني يوفق شويه بين الدراسه والابحاث طبعا، لان احنا عندنا كل الدنيا ابحاث ودراسه وكده، وفي نفس الوقت بيبقى برده مع اصحابه عادي، بينزل معاهم، بنخرج عادي خالص، بنلعب كوره، بنسمع اغاني. جميل. طب مروان، على ذكرك موضوع الابحاث داخل كليه سياسه واقتصاد،
يعني كتير قوي من الابحاث مجرد ان هي ابحاث للترقيه في الدرجه، سواء الدرجه العلميه او الدرجه اثناء الدراسه كمان، لكن بتحفظ يعني حبيسه الادراج وما بيتمش الاستعانه بيها في الافكار المختلفه او نتائجها حتى. يعني هل الابحاث انت شايفها في الفتره دي بقت ليها قيمه، بقينا فعلا بنقدر نستفاد بيها، ولا لسه قدامنا فتره شويه علشان نقدر نتميز في الموضوع ده؟ ماشي، هو كاوفر اول يعني كعامة الابحاث يعني المفروض يكون ليها قيمة جامدة جدا 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 طبعا، وان دوت اساسا اللي احنا بنفتقده هنا يتم الاستفاده منها. ان احنا اساسا ما عندناش استفاده خالص للابحاث، بس الابحاث اللي احنا بنعملها طبعا كطلاب بتبقى ابحاث يعني ايه قليله شويه، مش ما هياش برضو بتبقى قويه قوي، لكن مع ذلك في بعض الدكاتره بس عن طريق معارفهم الخاصه ومع الرجوع للطلبه ممكن مثلا يقولوا لهم لو البحث يعني يونيك شويه منفرد او بحث كويس جدا، بيطلبوا منهم مثلا ان هو ممكن ينزل في جريده او ينزل في مجله او كده. لكن طبعا معظم يبقى في دعم من قبل الدكاتره بالنسبه للطلبه. حاجات بتبقى شخصيه، يعني حاجات بتعتمد على المعارف الشخصيه للدكتور نفسه، والدكتور هل هو عنده الاراده او الويلنجنس يعني ان هو ياخد ويستعين بيها ولا لا. لكن في الاغلب طبعا حتى الابحاث بتفضل موجوده، مع ان يعني بتبقى في ساعات مواضيع كويسه جدا 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 بيتعمل فيها الابحاث، وطبعا يعني مثلا زي في سنه رابعه دلوقتي بيبقى في مشروع التخرج والكلام دوت، بتبقى ابحاث قيمه جدا وابحاث كويسه جدا، لكن طبعا معظمها بيفضل فعلا في الادراج، وقليل جدا منه اللي ممكن حد يستفاد بيه. جميل. ان شاء الله بنأمل يعني ان شاء الله يكون في اهتمام اكبر للابحاث في الفتره المقبله باذن الله. عرفنا ان في انشطه طلابيه كتير داخل الكليات المختلفه، منها النماذج داخل كليه سياسه واقتصاد، نماذج مهمه جدا، بيبقى في موديلز لجامعه الدول العربيه، لليونسكو، لحاجات كتير جدا. كيفيه تمثيل النماذج دي من وجهه نظرك، وقد ايه بتنمي قدرات الشباب وفكرهم للمنظمات الدوليه دي والمنظمات الحقوقيه والاستفاده منها ايضا؟ تمام، هو المودلز عندنا او نماذج المحاكاه لمنظمات كتير جدا، في حاجات منظمات اللي هو زي منظمه التعاون الاسلامي، في منظمات جامعه الدول العربيه، في الايو اللي هو اليوروبيان يونيون الاتحاد الاوروبي، في الكونجرس الامريكي، وفي كل حاجه. فطبعا ديت بتدي توعيه جامده جدا خاصه للناس اللي هم بره الكليه، لان احنا بندرس معظم الحاجات دي جوه، لكن خاصه للناس اللي انتوا بتفيدوا الناس الخارجيين. يمكن انا كمان عارف ان في بروتوكولات تعاونيه بينكم وبين مدارس كمان، يعني بتقدموا الخدمات دي لمدارس لسه ما دخلتش الكليات. بعض المودلز بيبقى ليها علاقات بمدارس عشان برضه نشاطات توعيه وكده، وطبعا حتى احنا بنستفاد طبعا بالمودلز ديت وكل حاجه. غير كده كمان، غير المودلز تطبيق عملي بيبقى حاجه زي تطبيق، لان في الاخر بيبقى فيه زي كونفرنسز وحوارات كده، بتبقى مؤتمرات وكده، بيبقى فيها بقى اللي هو المحاكاه، النموذج بقى الكامل للمحاكاه الاصلي وكده. حلمي اللي صدع الرفوف من بعد يأسي أحققه، ما كانتش مشكلته الظروف، كان ناقصه إني أصدقه. حلمي اللي صدع الرفوف من بعد يأسي أحققه، ما كانتش مشكلته الظروف، كان ناقصه إني أصدقه. حلمي اللي كان دايما بعيد، عاش من زمان يحلم بعيد، في الضلمة بيحاول يقيد شمعة تنور له الطريق. حلمي بكرة في يوم يبان والدنيا تفتح له البيبان، وما اقولش حلم عليه عشان هيكون بقى بحق وحقيقي. ندى ونرمين، اتنين من الطالبات داخل كلية سياسة واقتصاد، مهتمين جدا بوقتهم. ندى ما شاء الله بطلة افريقيا في الكاراتيه وفي الكاتا. هنتعرف كمان على نرمين بقى ونشوف انشطتها المختلفة من خلال برنامجنا احلم معانا. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ازيك يا نرمين؟ كويس الحمد لله. ندى كلميني عن كيفية استغلال وقتك، وخاصة ان انت بطلة رياضية كمان على مستوى افريقيا، وفي كلية سياسة واقتصاد، احدى الكليات المهمة جدا في مجتمعنا المصري والمستوى التعليمي المتميز. عاوزك تقولي لي بقى كيفية استغلال الوقت ده عشان توصلي للمراحل المرموقة دي. هو اكيد الموضوع بيبقى صعب شويه ان انا اوفق بين التمرينات بتاعتي والمحاضرات هنا ومذاكره والكلام ده كله، بس هو بيبقى فيه لود شويه عليا،
بس ضغط. ضغط بس يعني بحاول لما انجي الدنيا ان انا انظم وقتي. يعني انا مثلا من 8 الصبح ببقى في الكليه لحد 4، بعد كده تمرين من 6 مثلا ل 11 بالليل ولا حاجه. يا نهار ابيض. وبعدين بنام بقى عشان تاني اليوم نفس الكلام. وبعدين برضو في الويكند بتاعي اللي هو مثلا بيبقى خميس وجمعه، ده ما بيبقاش ويكند بالنسبه لي، ده بيبقى كله تمرين عشان اليومين الفاضيين اللي عندي. بس طيب انا عايز اسالك عن العمليه التدريبيه كمان. يعني بيبقى فيها طبعا مجهود بدني ممكن ياثر عليكي في المجال الدراسي، ازاي بتقدري توفقي ده؟ ما هي فكره في كده فعلا. لما مثلا بيبقى عندي تمرين بالليل فبقى قايمه مثلا الصبح 8 الصبح، ده مكسره مفيش اصلا. بس يعني بحاول ان اظبط الدنيا لاني مش هينفع اعمل حاجه غير كده. انا حتى ثانويه عامه كنت في المنتخب برضو، وكنت بحاول بقى ان انا الدروس، وثانويه عامه طبعا معروف اللود عليها ازاي وكده، بس كنت بحاول ان انا انظم وقتي يعني بين الاثنين، تمرينات المنتخب وتمريناتي انا وتمرينات الفتنس او كده والمذاكره يعني. اخد من ندى بقى واوصل لنرمين. نرمين، لا كلميني بجد عن استغلال وقتك ازاي، وازاي بتهتمي بيه كمان علشان خاطر توصلي اللي انت بتأمليه ان شاء الله في مستقبلك. انا ممكن استغل وقتي في حاجه ليها علاقه اصلا بمستقبلي. ممكن انزل كورسز لغات، ممكن انزل تريننج في بنك او على حسب. يعني ممكن استغل وقتي الفاضي في حاجات ليها علاقه بدراستي. انت بتعمليه اوريدي ولا ده املك؟ ايوه املي في الاجازه يعني. املك. دلوقتي يعني انا ممكن استغله في ان انا ارسم. انا بحب ارسم قوي يعني. بترسمي؟ بحب. بورتريهات ولا بترسمي طبيعه؟ لا برسم بورتريهات، برسم بلون برضو كده يعني دي حاجات ليها ملهاش علاقه بمستقبلي برضو يعني، غير التريننج وغير الحاجات دي، بس ممكن اعمل برضو كده في وقت فراغي يعني عادي. ناوية تعملي ان شاء الله معرض ليكي في رسومات مستقبليا ولا ده مش مخططات؟ لا ممكن اخلص مثلا تعليمي هنا واعمل اصلا كانت حابه كليه، حابه انها تدخل ممكن اخلص هنا مثلا واخد كورسز واكمل يعني. ممكن اوفق ما بين الاثنين عادي، هتبقى حاجه عاديه يعني. جميل. اي المجالات في الكورسز اللي انت حابه ان انت تدخليها علشان تنمي قدراتك او السوفت سكيلز عندك، وتنمي قدراتك كمان بالنسبه للمجال اللي انت ممكن تعملي فيه بعد التخرج من الكليه؟ مثلا جرافيكس او فاشن ديزاين، دي حاجات انا نفسي ادخل فيها قوي يعني واتعلمها واخلص واشتغل برضو في الحاجات دي. اكون بشتغل في حاجتين يعني، لو منها يعني اشتغل في حاجه انا بحبها. ده بعيد عن السياسه والاقتصاد. بعيد عن السياسه. ممكن يكون اقتصاد، ممكن يكون استثمار. بس يعني اوفق ما بين الاثنين ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك التوفيق. حابب اعرف منكم بقى حلمكم الشخصي، وانت ما شاء الله بطله رياضيه وانت احلامك يعني متشعبه جدا. احلام كتير قوي ما شاء الله. عاوز اعرف منكم حلمكم الشخصي وحلمكم على المستوى العام كمان لبلدنا مصر. هو يعني ممكن يكون حلمي الشخصي هو الحلم اللي على المستوى العام لبلدي، ان انا نفسي ابقى بطله العالم يا رب كام سنه ورا بعض ان شاء الله. بس فيعني طبعا ده طبعا لبلدي وليا انا، لان طبعا علم مصر لما بيترفع ان شاء الله زي جيانا فاروق معاكي في المنتخب ما شاء الله، متميزه جدا. بطلتنا بقى لها 5 سنين ورا بعض بطله عالم، فما شاء الله عليها. فده حلمي يعني ان انا ابقى حاجه زي جيانا مثلا، ان احنا اقدر ان انا اعمل زي اللي هي عملته، ان انا ابقى بطله عالم كذا سنه ورا بعض، وهي ما شاء الله في كليه برضو ما شاء الله عليها في طب ما شاء الله. بس فربنا يسهل يا رب ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق، واكيد ده فعلا هيعود بالنفع على بلدنا مصر لما يبقى عندنا ابطال رياضيين ممثلين لبلدنا في المحافل الدوليه. ده شيء متميز جدا. بالنسبه لك حلمك؟ انا اكيد يعني حلمي ليه علاقه برضو باللي انا فيه. انا عايزه اخد بوزيشن في حاجه ليها علاقه بشغلي او لما اكبر عامه يعني. عايزه لو حلم الشخصي مثلا عايزه اشتغل في سفاره كده، فانا برضو بعمل كل حاجه ليها علاقه ممكن توصلني للحلم ده، وده برضو ليه علاقه بالحلم العام يعني. اكيد انا اول لما عايزه اغير حاجه في العالم، عايزه اغير حاجه في البلد عامه يعني، فهم الاثنين مرتبطين ببعض. يا مصر يا مصر يا 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 مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. لما يمر في أرضنا بالحب
وانت اللي في ايديك الدليل. هل الاهتمام بالجوانب الترفيهية بتكون باعثة للاهتمام بالأنشطة المختلفة واللي تكون منها كمان الأنشطة المفيدة؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع محمد ومحمد، 2 من الطلبة داخل كلية سياسة واقتصاد والمهتمين جدا بالأنشطة الطلابية داخل الكلية. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الله يخليك. بداية هبدأ بيك يا محمد، عايز أعرف منك اهتمامك بالوقت بيتم ازاي، وكيفيه تنسيق الوقت سواء في على المستوى الدراسي او حتى في الاجازه، وشغل وقتك في وقت الاجازه الشغل الامثل يعني ان انت تستفاد بالوقت. اكيد طبعا الوقت ده مهم جدا، خاصه ان الكليه عندنا بتساعد على الكلام ده، بتساعد يعني انت اكتر حاجه بتهتم بيها هو الوقت بتاعك، في خلال ان انت بتحضر محاضرات، من خلال الانشطه اللي انت بتقوم بيها. زائد طبعا بنتكلم عن الجانب اللغوي دلوقتي بالنسبه لاي وظيفه، اول حاجه بتتكلم فيها الى جانب التقدير اللغه. دلوقتي المنافسه اصبحت مش على اللغه الاولى بس، ده اصبحت على اللغه الثانيه كمان، فدي حاجه كويسه ان انت الناس تبدا تشتغل على اللغه. زائد الثقافه العامه ان احنا عندنا بنستغل المكتبه بتاعتنا، تدخل تقرا خلال الابحاث في مجال الابحاث عشان انا علوم سياسيه، فده بيفيدني في مجال الابحاث بتاعي. عايز اعرف منك برضو اهتماماتك الشخصيه بالوقت وكيفيه تنظيمه من وجهه نظرك، وازاي انت طول عمرك بقى، مش شرط كمان في الكليه بالذات، طول عمرك هل كان عندك اهتمام بالوقت على الوجه الامثل اللي تقدر من خلاله ان انت تهتم بكل انماط حياتك على المستوى المطلوب؟ اكيد طبعا، خصوصا كمان ان الكليه زي ما هو قال بتعلمنا ازاي اكتر ننظم وقتنا. عندنا جراديويشن بروجكت، عندنا اساينمنتس كتير، كمان عندنا ستودنت اكتيفيتي كتير جدا، وبرضه لازم ناخد كورسز عشان يعني عندكم مشاريع تخرج وحاجات كتيره جدا وابحاث وكلام من ده، نشاط طلاب، انشطه طلابيه، فلازم نشارك في كل ده. فده بيساعدنا ان احنا بنحس ان احنا مضغوطين جدا، فبنضطر نفضل حاجه عن حاجه ونعمل حاجه وما نعملش حاجه ثانيه. وبرضه اتعلمت حاجه كويسه جدا اللي هو ازاي ننظم وقتنا، وهي بتتقسم 4 حاجات. في حاجه اسمها عاجل ومهم، عاجل وغير مهم، غير عاجل وغير مهم، غير عاجل بس مهم. الله. فدي مهمه جدا، لو الواحد نظم وقته بالطريقه دي فهيقدر يستفيد اكبر حاجه من الوقت يعني. شباب باعث على الامل في مستقبلنا باذن الله. هنعرف ان شاء الله مصر قادره على التنميه ودفع عجله التنميه بشبابها المخلصين المبدعين. قبل ما اختم معاكم انا حابب اعرف منكم حلمكم سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العام كمان، حلمكم لمصر. على المستوى الشخصي ان شاء الله هاخد مجال اختبار وزاره الخارجيه. يا رب. ربنا يخليك. بالنسبه لمصر دايما حلم اي حد ان احنا نكون من الدول الكبيره، بنحقق مستوى بالنسبه على المستوى الاقتصادي، نكون دوله اقتصاديه وبنحقق نمو اقتصادي بدرجه كبيره. نكون مثلا السياسه الخارجيه بتاعتنا تبقى سياسه كويسه جامده، ونتمنى الخير دايما لمصر. يا رب يا رب. اكيد ان شاء الله. بالنسبه لك؟ اكيد طبعا، ادام دخلت السياسه واقتصاد لازم يكون حلم كل واحد اللي هو يلتحق بالسلك الدبلوماسي طبعا، دي امنيه كل واحد يعني. بالنسبه لمصر اكيد الدوله تكون كويسه، تكون دوله مشرفه الواحد يحب اللي هو يخدمها، ويتحقق الامن والسلام، ودوله اقتصاديه تكون اقتصاديه عاليه جدا. كان زمان انا عندي حلم، انا لما اكبر اني ارفع راية بلدي واقول الله اكبر. كنت حاسس اني هوصل، اني هقدر، رغم ان الحلم ده كان عني بعيد. بحب بلادي، بموت في بلادي، وأفديها بعمر بدمي لو بولادي. بحب بلادي. أعزائي الشباب، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا واللي اتكلمنا فيها عن كيفيه تنظيم الوقت واستغلاله بالنسبه للشباب. شباب بيأمل في بكره انه يكون احسن، يقدر يوصل لاهدافه بتنظيم وقته على الوجه الامثل. خلصت حلقتنا، لكن دايما لينا وعد بحلم جديد، واحلم معانا.